بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا في قناتي أميرة الطبخ اسماء محروس. كل سنة وانتم طيبين. احنا في ايام الحج، ربنا يجعلها ايام سعيدة علينا دايما يا رب. ان شاء الله العيد بعد بكرة باذن الله، وهتبقى متوفرة اللحمة الحمد لله عادي في كل البيوت. فانا اخترت لكم النهاردة اكلة حلوة جدا، اكلة صيفي. هي بتحب اللحمة قوي وخصوصا لو لحمة ضاني. هنعمل مع بعض النهاردة طبق حلو جدا، طبق البامية باللحمة. هعمله بالوصفة الأصلية، الوصفة التقليدية بتاعت الأمهات والجدات. طبعا احنا كمان في موسم البامية. هي نزلت السوق وكمان سعرها بقى في متناول الجميع. هعمله زي ما قلت بالطريقة الأصلية، وبإذن الله هتعجبكم. وكمان هي طبعا زي ما انتم شايفين كده شكلها يفتح النفس. ومعاها طبق البتنجان المخلل، ده أساسي طبعا مع كل وجبة بامية. ويلا نخش بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا عندي اللحمه هي زي ما انتم شايفين مقربه تستوي. هي انا سلقتها يعني، وقبل كده كنت نزلت فيديو عن ازاي سلق اللحمه وازاي نطلع منها شوربه كويسه قوي. هاجي بقى في حله على النار، هنزل بقى بالبصل، البصل المفروم، لان زي ما قلت هعملها بالطريقه التقليديه اللي هي هعمل لها الصلصه بتاعتها اللي هي بصل وطماطم هسبكها يعني. فانا نزلت بالبصل كده وهديله تقليبه بقى مع معلقه سمنه بلدي كده او الماده الدهنيه اللي بتفضلوها، لغايه البصل هقلب فيه كده لغايه لما يغير لونه، والبصل يكون داخل كده على اللون اللي هو زي ما انتم شايفين اللون الذهبي الحلو ده. انا مش هحمر البصل قوي لان انا مش عايزه الباميه تبقى تقيله كده على المعده. خلاص بعد البصل ما اتحمر هننزل بقى كده بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. التوم ريحته خطيرة جدا مع البامية. انا بحط التوم هنا على مرحلتين وهوريكم ازاي. هقلب كده لغاية التوم ما يبدأ تظهر ريحته. انا مش هحمره هو كمان قوي عشان مش عايزة التوم يتحرق. هنفضل بقى نقلب كده، وبعد كده انا محضرة عصير الطماطم، عصرة الطماطم، وهنبقى ننزل بيها على البصل. ممكن كمان احنا نحط بدل السمنة ممكن نحط قطعة كده من الدهن الابيض بتاع اللحم. ده طبعا بيبقى بيخلي طعم البامية بيروح في حتة تانية خالص، بيبقى تحفة. ننزل بقى كده بعصير الطماطم، وانا كمان هصفيه عشان مش عايزة القشر يضايقني كده ساعة الاكل، لا قشر ولا بذر. بعد كده هنزل كمان ده للاختياري اللي يحب بمعلقة صلصة، هي بتعزز اللون. وطبعا طالما حطينا طماطم او صلصة لازم من معلقة السكر علشان ما تعملش حموضة في الاكل، هي بتوازن كمان طعم الطماطم. هنقلب بقى الكلام ده كويس جدا ونسيب الطماطم تتسبك لغاية لما تنشف كده شوية وحجمها يقل كده. تمام بقى الطماطم او الصلصة اتسبكت. قبل ما انزل بالبامية هنزل بقى بقطع اللحمة. انا سلقتها بس 75%، ويهديها كده الباقي التسوية بتاعتها مع الصلصة، علشان انا عايزة بقى البامية تاخد من طعم اللحمة ويبقى طعمها جميل جدا. علشان كده انا نزلت كده اللحمة الاول تكمل سواها كده مع الصلصة. شايفين بقى الصلصة قلت كمان واتسبكت وبقت ايه طعمها جميل قوي، وريحتها كمان يعني ما اقدرش اقول لكم. رشة فلفل اسود بقى، الريحة بقى معبية المطبخ كده ومعبية المكان كله، ريحة تحفة. كده اللحمة تقريبا طبعا مش هتكمل سواها تماما مع الصلصة، لان انا مدية برضو فرصة انها تكمل سواها مع سوا البامية علشان تبقى اللحمة كمان مستوية ومش مهرية. اعملوا حساب حاجة زي كده وخدوا بالكم. كده تمام، اللحمة خدت لها غلوة كده محترمة مع الصلصة، تسبكوا كده مع بعض. كده بقى اللحمة ادت الصلصة طعم رهيب، وكده احنا جاهزين ان احنا ننزل بقى بالبامية. زي ما قلت لكم ده موسم البامية. هي في بداية لما نزلت كانت غالية قوي وكانت مش كويسة، دلوقتي سعرها يعني لسه غالي برضو، بس هو ده الموسم بتاعها. البامية كده بتبقى طرية وحلوة. نختار البامية البلدي اللي هي ممكن تبقى فيها سنة شوك، او البامية التركي اللي بتبقى فيها حتة حمرة كده بتبقى مش مشوكة قوي. البامية دي انا كنت مجهزاها من حوالي يومين، مقمعاها ومفرزاها.
طريقة تفريز البامية سهلة جدا. انا بسقطها في مية بتغلي لمدة دقيقتين، مية بليمون بتغلي، وبعد كده بنشيلها في مية ساقعة بتلج علشان اوقف عملية السلق. نقدر بقى نحتفظ بكمية البامية زي ما احنا عايزين طول السنة في الفريزر. كده بقى البامية فكت بقى على طول، طبعا مش بتاخد وقت، وهنسيبها بقى تاخد سواها مع اللحمة. زي ما قلت كده ايه، اللحمة هيكملوا سوا مع بعض هما الاتنين. شكلها بقى جميل كده، خضرة وطازة وجميلة قوي. شايفين بقى بتغلي كده، هنسيبها بقى تكمل سواها زي ما احنا شايفين. لونها غير وبدأت ايه تاخد السوا بتاعها. طبعا هي بعد لما اتسبكت كده مع اللحمة، انا نزلت عليها بشوية شوربة تكمل سواها معاها. قرب بقى خلاص، هي مقربة تستوي كده، محتاجة غلوة واحدة. هننزل عليها بقى بالملح الجاهز لسواها يعني، وكمان رشة فلفل اسود. هنقلب بقى. انا دايما بحط الملح لما الخضار يستوي، قرب ما يستوي يعني، لان كتر الملح لما نحطه في الاول كده بيخلي الحاجة مجلدة ومش بتستوي كويس، سواء اللحمة او الخضار. السر بقى اللي هيخلي ريحة البامية دي وطعمها يروحوا اخر الدنيا، هي معلقتين 3 كده من الثوم المفروم، معاها كمية من الفلفل الحار حسب ما تحبوا، ولو مش بتحبوا طعم الفلفل هنبدله بالفلفل الرومي. ميكس الفلفل الاخضر كده اللي هو يعني مش مستوي على النار ولا اي حاجة، مع الثوم الني، بيدوا البامية طعم وريحة خطيرة. ده قرب ما تستوي. فرق يعني لو انتوا اكلتوا طبق بامية من غير الخليط الثوم والفلفل ده، واكلتوا طبق بامية بنفس الخليط، هتحسوا بالفرق الرهيب اللي بينهم. هنسيبها بقى تكمل سواها، يا دوبك هي اصلا مستوية، تاخد غلوة واحدة بس ونطفي عليها. وده بقى شكلها بعد التقديم. اختيارات الاكل زي ما بتحبوا، في ناس بتحب تاكلها مع العيش، وناس بتحب تاكلها مع الرز، ده براحتكم طبعا. ولو اني شايفه ان الطبق كده شكله يفتح النفس لوحده من غير اي حاجه معاه. شايفين بقى الباميه استوت من غير ما تتهري، واللحمه كمان اخده سواها سوا مظبوط. الطبق ده بقى يعني مستحيل حد يختلف على جماله وعلى ان هو طبق يعني ايه يفتح النفس جميل. وزي ما قلت اول الفيديو، اهم حاجه مع طبق الباميه دايما لازم البتنجان المخلل معاه. انا عملته حشيته كده فلفل حامي طبعا لان انا بحب الحامي، وثوم مفروم شويه صغيرين مش كتير، وملح بقى وكمون. ناس كتير جدا بيحبوا ياكلوا الباميه، طبق الباميه ويرشوا عليه شطه وليمون. فده برضو من اختيارات التقديم، نحط دايما طبق الشطه والليمون كده مع الباميه للي يحب يحط. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون عيد اضحى سعيد على كل المسلمين في كل الدنيا وعلى كل الناس، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم تاني في وصفات تانية كتيره. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.